ازيكم يا اللي مفيش زيكم، وبإذن الله مستنيه اشتراك حلو منكم. الفيديو اللي فات يا ولاد كنا واقفين على تغيير البلاط القديم وغيرناه بالسيراميك الحمد لله. النهارده بقى انا وسلمى قمنا من النوم، طبخنا وخلصنا وحملنا حاجتنا في التوك توك. التوك توك ده يا جماعه انا عاوزه اقول لكم اللي هو الملاكي بتاعنا بتاع ابويا، ربنا يخليه لي يا رب ويخلي لكم ابهاتكم. فالمهم بقى زي ما انتوا شايفين انا وسلمى نقر ونقير وعمالين نستفز بعض بالكلام ونضحك ونهزر مع بعض. المهم رحنا على الشقة وكانت الناس شغالة هناك. رحنا طبعا حطينا الغدا لانه كان يوم جمعة، والناس طبعا شغالة من الصبح يعني مش هنسيبها ريقها ناشف. حطينا الغدا على طول وعملنا الشاي وقمنا كملنا الشغل. اليوم ما شاء الله والله العظيم يا ولاد كان خفيف قوي. كان خفيف لان اصلا هي ديت كانت تشطيبة، فتحسوا ان اليوم كانت قرفته سهلة. الحمد لله يعني الحمد لله والله مع اننا بنتعب بس على قلبنا زي العسل. لا وايه بقى اول ما وصلنا وخلاص بقى اكلنا وعملنا الشاي وكده، سلمى قالت لا ده انا هدهن في الشقة ديت لازم يكون ليا بصمة فيه. قلت لها بس كده من عينيا حاضر، ومرضتش اخر لها طلب والله العظيم. زي ما انتوا شايفين كده سبتها تدهن في الشقة وصورناها كمان علشان تبقى ذكرى يعني. قعدت تعمل يمين وشمال يمين وشمال، هي عمالة بقى فرحانة هي كأنها بتلعب. فانا الصراحة سبتها تلعب شوية من نفسها، قلت يلا ما يجراش حاجة. بس قلت لها لا ده انت كده بقى توسخي هدومك، لو ناوية بقى على انك تشتغلي خش غيري هدومك. المهم سمعت الكلام وخشت غيرت الهدوم وكملت و... واحنا يعني الحمد لله العصر بالكتير كنا مخلصين. فسلمى بقى لما دخلت غيرت هدومها حبت الموضوع واتفقنا بقى مع الصنايعي، قلنا له خلاص احنا هنيجي سلمى هتيجي تشتغل معاك. فسلمى قالت لا انا مش هقبض ده انا عاوزاه هواية. قلت لها لا لو هواية بقى اقعدي اغسلي المواعين. قامت بصت لي زي ما انتوا شايفين كده برقت لي. المهم بقى يا ولاد احنا كنا طالعين من بيت العيلة يعني بعد ما حماية الله يرحمه مات. فطبعا كل واحد بقى كان بيدور على حقه. البنات بقى كانت عاوزة تاخد حقها. عمتي لما جت عندي الشقة شافت الشقة بالوضع اللي انا فيه. طبعا السقف كان واقع والحيطان بايشة من الرطوبة. الأرضية عندي البلاط كان قديم، بلاطة طالعة وبلاطة نازلة، ومن كتر الرطوبة البلاط كان بيطلع مية يعني. وطبعا انا كنت دور ارضي مفيش مناشر بعرف انشر، مفيش شبابيك بعرف افتحها، مفيش بلكونة. وكنت عشان انشر بطلع الدور الخامس، كنت انا وجوزي والله اتبهدلنا في الفترة دي. فالمهم يعني الحمد لله البنات قالت خلاص هنخلصكم انتوا الاول علشان تطلعوا من اللي انتوا فيه ده. والحمد لله طلعنا الحمد لله على خير. بس المشكلة بقى الفلوس اللي احنا خدناها من البيت ما كانتش مكملة اي حاجة، لدرجة اللي احنا قلنا خلاص احنا هنطلع نسكن بس المهم اللي احنا نطلع. بس والله العظيم انا عاوزة اقول لكم اللي الحمد لله كل فولة ولها كيال. يعني الفلوس احنا كنا خايفين ما تقضيش، بس اكيد برضو هنلاقي حاجة على قدها. هي فعلا ما قضتش. وابويا ربنا يخليهولي ويخليه لحبايبي يا رب اللي وقفوا جنبي ما سابوناش في حاجة. انا كنت شايلة هم السكن لان السكن بهدل. هي حتة مرة نقلت فيها العزال حرفيا اتكسر واتبهدل، وفي حاجات ضاعت مني وفي حاجات اتسرقت مني. فانا طبعا هقول يمين هو اللي راح بقى وعودي على الله. الحمد لله اللي احنا طلعنا بسلام الحمد لله. بس والله العظيم والله العظيم ربنا فرقه كبير. يعني انا كنت محرومة من البلكونات، دلوقتي الحمد لله بقى عندي بدل البلكونة 4، 2 في الشقة هنا و2 في الشقة اللي فوق. ما كنتش بعرف انشر كنت بتعذب، دلوقتي لو غسلت اي حاجة بنشرها في نفس الوقت ما بأخرهاش. والحمد لله ربنا كريم والله العظيم. وهنا سلمى بقى بعد ما خلصت دهان الشقة مع الراجل وطبعا دهنت اوضتها معاه جاية بقى تلعب هنا. ما علينا تلعب مش مشكلة. المهم خلصنا على العصر كده انا روحت
طبعا انا ما صدقت اللي انا خلصت هدومنا بقى، كانت ملطشه بقع زيت ومتبهدلين. فالمهم رحت رميت التليفون، واستاذه ساره مسكت لي التليفون قعدت تلعب فيه يجي ب3 ساعات، انا مش في دماغي. المهم انا شغلت الغساله وقعدت اغسل. غسلت، هتقولي لي يعني انتي بعد ما طبختي ورحتي اكلتي الناس ومعرفش ايه ورحت غسلتي؟ والله العظيم ربنا بيعين. الحمد لله الحمد لله، ربنا بيدي الصحة يعني. وما غسلتش على الغسالة الاوتوماتيك، يعني انا غسلت على الغسالة العادية اللي هي بصي تطلع لك من الحمام للصالة تقول لك ارحموني بقى. فسارة طبعا فضلت تلعب، انا سبتها تلعب علشان تحل عن دماغي، لان سارة دي موال لوحدها مش عاوزة اقول لكم. فمن فرحتنا يعني انا من فرحتي انا متهيألي ما كنتش حاسة بالتعب في الفترة دي، يعني انا كنت بعمل بعزم ما فيه. والحمد لله خلصنا الشقة، استنينا بقى على ما الزيت ينشف، وبعد كده بدأنا اللي احنا نروح نعمل فيها ايه كل يوم حاجة. ربنا بيعين والله العظيم يا ولاد، وما ضاقت الا لما فرجت. يعني انا قعدت 18 سنة في الدور الارضي، ولا عارفة انشر ولا بعرف افتح بلكونة ولا باخد نفس، والحمد لله على كل حال. انت عمالة كده لسه وانا يا ماما مش علقانة قوي كده لسه؟ لا مش علقانة كده ليه؟ هو كل كبير السبانة بجد. وانا بيضة النهارده الفلتر يا ماما. فلتر يا ماما، الفلتر بيحط القطتين دول بس. لا يعني ده جمال طبيعي يا ماما، فين الطبيعي ده جمال طبيعي. بص في المراية ما اه شوفي عيني حلوة ازاي. يا روحي جمال طبيعي. يلا لا بالعرض كده بالعرض. ارفعي فوق بقى. ايوه كده. هو انت بتلطشي؟ مش عارفة انا بعمل ايه. جدعان خد الصورة وخلصينا شوية ابويا وقعوا. كده كده هيقع حتى لو انت اللي بتعمل. لا ارفعي ايدك يا سلمى يا ميل، يا ميل ارفعها. ايوه كده. ما تروحش للسقف، خليك تحت. لسه بنتكلم معركة السقف. ايوه طب كده. والله ينفع. والله البنات عندنا في البلد اشتغلوا كتير من اجي اشتغل بنات. معاك طيب. كنت بقوم اعمل لهم البويه وسايبهم هم يشتغلوا. طب ده حلو اه ومش متعب. اه. وطلب لهم اللون وسيبهم هم شغالين مع بعض بقى. خلاص هي يلا سلمى غيرت واستعدت للشغلان. لا خلاص هروح اشتغل معاك. ايه ده؟ انت هتفضلي تحسسي كده كتير بالله ما انت نافعه. بالله بعمل عملية قلب جراحية. اهم حاجة البنطلون بس. تسلم الايادي، شطوره يا سلوم. جاي اشتغل معاك يا عم سمير. يا خرابي ده الزباله دي على ايه؟ على النعمه هيقفونا بالطابور. اه مش عايزينك انت، عايزين الدكتور اللي معاك. مش عايزينك انت. خلاص انت عايزين الاب اللي معاك. خلاص يلا. اليوميه بكام يا عم سمير؟ بس مش عاوزة فلوس. امال ايه؟ بالمجهود؟ لا انت اقعدي اغسلي المواعين احسن. اه ما هو يا تجيبي فلوس يا بلاه. لا احنا عايزين فلوس. انت هتشتغلي لله. شاطره يا سلوم. والله لون زي العسل، والله لون زي العسل.